السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم مزيانة إن شاء الله يا ربي تكونوا كاملين في أحسن الأحوال. عاد قدرت نحط لكم تتمة ديال الخياطة. استسمح بزاف حيت البنات راكم عارفين غير شوية ديال الخدمة، وهذا هادشي اللي كاين البنات. سمحوا لي لا عطلت عليكم. المهم ان شاء الله نبداو على بركة الله كيف ما خليناها في الفيديو السابق. من بعد ما خدمت معكم الطريقة باش جمعت بها القب وكيفاش فينيتو، غادا نجي هنايا وغادا ناخذ المنتصف ديال الجلابه، يعني ديال الرقبه ديال الخلف، النصف ديالو نحددو، يعني نعلمو بواحد الكرانه بالمقص، ونجيب المنتصف ديال القب وكنبقى نقاد بهذا الشكل هذا كيف ما غادي تشوفوا. وغادا نجيب هاد الطرف هذا ديال الطبطين. علاش ما كملتش الخياطه ديال الطبطين على قبل هاد القضيه البنات؟ غادا نجيب يعني القنت ديال القب وغادا نحاول نحل هذيك الخياطه ديال الطبطين. غادا نحط نيشان على الحرف ديال الخياطه البنات كيف ما شفتوا الجلابه، وغادي يجي القب هو الوسطيني، عاد غادا نحط عليها الطبطين بهذا الشكل هذا، وغادا نثبتوه بالابره. ونفس الشيء غادا ندير الجهه الثانيه البنات. والطبطين كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنقادو واحد البارتيه كنخليها كنشيطها بحال هكا، غادي يعني بحال باش تجيني خدمه مفينيه، فهمتوا؟ كنطلع كنخلي غير واحد شويه فقط اللي غادا ندوز عليه بالخياطه. صافي من بعد ما تبتو بالفنيت غادا ندوز عليه بالماكينه. هنا كنبقى نقاد فيه ما باش نقطع لكم الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، هذاك شويه ديال الطبطين كنحاول انني نشيطه باش ناخذ غير واحد شويه في الخياطه، وشي الاخر غادا نحيدو بالمقص. صافي هنا كيف ما قلت لكم البنات غادا ندوز نخيط بهذا الشكل هذا حتى نكمل الخياطه كامله. كيف ما كتشوفوا القنت ديال الطبطين كيفاش خليته والبنات، وكنخلي القب خارج بواحد سنتيم على الجلابه. صافي مع كنبغي نطوي من بعد كنفيني به. دابا تشوفوا معايا كلشي في الفيديو. صافي البنات بحال هكا، يعني التشطيب كيجينا على هذا الشكل هذا البنات. شفتوا الخدمه كيفاش كتجي زوينه ونقيه. صافي هنايا غادا نجي وغادا نحيد هاد الفنيت من هاد الجهه. الا جاكم توب زايد من الاحسن تنقصوه يعني تحيدوه تنقصوه بالمقص باش ما يبقاش داكشي يعني مطوي لينا بزاف لتحت. صافي هنا غادا نجي للماكينه وغادا نشد هاد القنيات هذا ديال الطبطين كيف ما قلت لكم. غادا نعبر واحد القياس اللي غادي يفيني ليا اللي غنفيني به، وداكشي اللي شاط غادا نحيدو بالمقص. صافي وغادا نجي غادا ندخل تقريبا بواحد 4 ولا 5 سنتيم باش ما تبانش ليا ديك الخياطه ملي القب يطيح على الكتاف. وغادا نبدا الخياطه ديالي بهذا الشكل هذا، منها باش نثبت هذاك الطبطين ومنها باش نفينيو الكماله ديال القب. هانتوما البنات كندوز بهذه الطريقه هذه. من بعد كنشد هذاك تقريبا داك سنتيم ونص اللي خليت ديال الطبطين، طويتها ودخلتها لتحت، يعني تحت منه، يعني باش تجينا على هذا الشكل هذا. صافي وغادا ناخذ هذاك سنتيم او سنتيم ونص اللي كنخلوه زايد على الجلابه، كنطويوه بهذا الشكل هذا وكندوزو عليه يعني بالخياطه على الحاشيه ديال الثوب.
صافي هنا كذلك غادا نجي للجهه الثانيه ديال الطبطين حتى هي، وغادا نقص منها الزياده ونطوي بهذا الشكل هذا. المهم كنبقاو البنات نقاد فيه حتى المهم حتى كيتقاد ليا، غير بشويه عليكم البنات. صافي هادشي اللي كاين، وغادا نكمل الخياطه. هنا من بعد ما صافي كان يعني كنوصل للطبطين، فما كنبقاش نطوي، صافي كنخلي الطبطين على طبيعته وكنكمل الخياطه. صافي هنا غادا نحبس الخياطه كيف ما قلت لكم باش ما تجيناش باينه. صافي البنات وكيجينا الفينيسيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ساهل ماشي شي حاجه البنات اللي صعيبه. تبعوا غير الطريقه وغتجيكم الخدمه هي هذيك وحسن كاع. صافي من بعد غادا نجي لهاد الجهه هذه ديال الامام، كنوريكم هنا كيفاش جا داكشي. صافي هنا كنجي كيف ما قلت لكم هنا الفتحه ديال العنق، وكندوزو عليها على الحافه بهذا الشكل هذا. كنجي ملي كنوصل لهذيك الدوره كنوقف، يعني كنخلي البرا وكندور البياسه، وكنجي بهذا الشكل هذا ونعاود ثاني نخلي البرا في الثوب وندور البياسه. صافي بهذه الطريقه هذه. من بعد هذاك الطبطين باش ما يبقاش يتهز لينا، يا اما كنديروا ليه داك الفيزلين دو فاس باش كيتبت، غير باش ما يبقاش، ما هو راه ثابت، غير باش يلصق ما يبقاش نهائيا يبان. او لا كندوز عليه بهذه الطريقه، دوزوا عليه بهذه الخياطه كيف كندير لي انا. كنجي كنبدا الخياطه من هذيك الجهه الفوقانيه وكنحبس، غير باش ملي نقلبوا القب ما يبقاش طالع لينا. وصافي هو المصلوح غادي يعني غادي يثبتو، ولكن من الاحسن ندوزو عليه هاد الخياطه بحال هكا، ولا فيزلين كما قلت لكم، فيزلين دو فاس اللي كيلصق البنات بالمصلوح. صافي وكذلك غادا نجي للجهه الثانيه، غادا نخدمها بنفس الطريقه. وهذه هي النتيجه البنات اللي كنحصلوا عليها من بعد ما كنفينيو القب. دابا غادا ندوز معكم الكميمات. هنا كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق راني جمعت البياسه مجموعه من الجناب، وغادا نجيب هكا ناخذ تركيز، وغادا نجي لكم وغادا نطوي لكم بهذه الطريقه هذه، وغادا نجي حتى للخياطه ديال يعني الخياطه ديال الكتاف، وغادا نقيس تركيز مع الكم، الدوره ديال التركيز مع الكم بهذا الشكل هذا. صافي حتى الخياطه ديال الجوانب. صافي وغادا ندير واحد العلامه تما من غادا نبدا الخياطه ديالي ديال الكم. صافي غادا نبدا الخياطه. صافي هنايا البنات قبل ما نكمل الخياطه ديال الكم غادا نجيب السونتيم وغادا نعبر واحد 5 سنتيم اللي خليتها كنت شاركها معكم في الفيديو ديال الفصال، وغادا ندير واحد العلامه. من بعد غادا نطوي من الجهتين سنتيم سنتيم، كيف ما غادي نشوفوا واحد سنتيم غادا نطويه من هاد الجهه، والسنتيم الفوقاني غادا نطويه من ديك الجهه اللي الفوق زعما بهذا الشكل هذا. باش نوضح لكم اكثر غادا نثبتهم بفنيت باش يبقاو ثابتين لينا، وغادا نمشي حتى للجهه يعني مهم الكم كامل غادا نثبت هذاك سنتيم بالفنيته بحال هكا.
باش حتى ملي نبغي نخيطو نعرف فين غادا نخيط. صافي من بعد غادا نجي لهاد العلامه هادي، وباش ما يوقع ليا لا ديكالاج لا حتى شي حاجه غادا ندير هذيك الطريقه غير باش يبقى ثابت. صافي وغادا نكمل الخياطه. وصافي جانا على هذا الشكل هذا، وغادي ندوزو بالخياطه على الحاشيه ديال الثوب. بهذه الطريقه البنات كيجي لكم مفيني. وهاد الكميم تقدروا تخدموا به عبايات، قويمجات، يعني في اي حاجه البنات تقدروا تخدموا هاد الكميم هذا بهذا الشكل. احسن من سورجي وطلاقي عادي كتجي الخدمه شويه عيانه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادا ندوز على الحافه ديال الثوب تنكمل الدوره ديال الكم كامله. وصافي كنحصلوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. صافي هنا دابا غادي ندوزو باش نلصقوا الكميم. عفوا غادا ندوز بالخياطه الثانيه من الحاشيه ديال الكم. وبحال هكا البنات يعني كيجينا الكميم على هذا الشكل هذا. دابا البنات غادا نحدد معكم المنتصف ديال الكم كيف ما كتشوفوا باش نلصقوه مع جلابه. هنا كيف ما كتشوفوا الجلابه راه مقلوبه على الكفه ديالها، والكم على الوجه ديالو. الكم على الوجه ديالو والجلابه مقلوبه كيف ما كتشوفوا. الخياطه ديال الكتاف راها كتبان. غادا ناخذ المنتصف ديال الكم مع ديال الكتاف وغادا نثبتو بفنيته. وكذلك غادا ناخذ المنتصف ديال التراكز بجوج من جهه الكم والبياسه، وندير الخياطه على الخياطه باش يجيني داكشي مقاد، ونثبت بفنيته. وصافي البنات من بعد غادا ندوز بالخياطه كيف ما شفتوا. راه عندي انا عبرته، يعني راه غادي يجيني قياس واحد. صافي هنا كيف ما كتشوفوا البنات غادا نبدا الخياطه، وغادا ندور على يعني على الدوره ديال التركيز كامله. ومن الاحسن دائما تثبتوا البنات في الخياطه شي حاجه بحال هكا، من الاحسن كامله تثبتوها بالفنيت باش كيعاونوكم على الخياطه تجيكم مزيانه. وصافي هادشي اللي كاين البنات، يعني قربنا النهايه ديال الفيديو. نتمنى البنات الشرح يكون واضح ومفهوم. وشي سؤال كيف ما العاده مرحبا، راني ملي كنلقى الوقت راني جاوبتكم على التعاليق ديالكم كلها. نبغي كاع نجاوبكم هنا في فيديو انا كنخدم، فراه ما غاداش نقدر نشرح لكم في شي حاجه ونجاوبكم على شي سؤال. فمازال نقدر ندير شي فيديو ونجاوبكم على الاسئله ديالكم كامله ان شاء الله باذن الله تعالى. وهادشي اللي كاين البنات، وكنقول لكم شكرا بزاف للبنات اللي انضموا للقناه، وشكرا لكم بزاف على القليبات ديالكم والتعاليق ديالكم. والله ييسر امركم يا ربي، والله يعاونكم. وبسلام عليكم في الفيديو الماجي ان شاء الله.